إيه هي العوامل اللي بيتم عليها تحديد قيمة الإجراءات الجراحية؟ أنا دكتور هشام غريب ودي حكاية العين. بالتأكيد عينيك غالية عليك وهي غالية علينا جدا، عشان كده لما بيكون عندك إجراء أو جراحة محتاج تعملها، إحنا بنوفر لك أفضل العناصر لعمل هذا الإجراء بأفضل كفاءة التي تؤدي بإذن الله لأحسن نتائج. طب إزاي إحنا بنحسب تكاليف هذا الإجراء؟ هناك 5 بنود أساسية بيتم عليهم حساب قيمة الإجراء. أولا تكلفة المستهلكات الجراحية زي العدسات والمحاليل المختلفة، الخيوط الجراحية، الإجراء المشارط الجراحية، الأجهزة التعويضية، دي بتمثل جزء كبير جدا من التكلفة. المستهلكات دي يجب أن تكون أفضل الأنواع، ذات تكنولوجيا متقدمة، ذات استخدام واحد، مرخصة في وزارة الصحة. كمان أحيانا بنستخدم كذا نوع مستهلك من نفس الفصيلة في نفس العملية، زي استخدامنا للعديد من المشارط أحجام مختلفة، أو استخدامنا للعديد من المحاليل أنواع مختلفة في نفس ذات الإجراء. بعض الممارسات التي يمكن أن تؤدي مع البعض لتقليل التكلفة هي إعادة استخدام المستهلكات أكيد بعد تعقيمها. توفير في بعض المستهلكات ممكن يحصل، ده في النهاية بيؤدي إلى تقليل التكلفة، ولكنها بشكل عام ممارسات مرفوضة لا يجب العمل بها. أي مستهلك يجب التخلص منه ومن الباقي منه فور انتهاء العملية الجراحية، ولا يعاد استخدامه مرة أخرى. تاني بند وهي المستشفى والتكاليف الصريحة لإنشائها. إنشاء المستشفيات يجب أن تخضع للأكواد العالمية والمصرية لتأسيس، مثل غرف الفحص والعمليات. هي دي بس المستشفيات التي بيتم الاعتماد عليها من هيئة الاعتماد والجودة المصرية. الأجهزة المستخدمة داخل المستشفى، عمليات العيون هي عمليات معقدة وتعتمد أساسا على التكنولوجيا. تكنولوجيا عمليات العيون بتختلف تماما كل حوالي 5 أو 6 سنوات. مستشفيات العيون تتبارى بينها وبين بعض في تقديم أفضل خدمة وأفضل تكنولوجيا للتشخيص ولعلاج أمراض العيون، مثال أجهزة الليزك، الليزر، المياه البيضاء، الفيمتوليزر، وأجهزة الفحوصات. كل ما التكنولوجيا تكون أفضل بالتأكيد النتائج بإذن الله هتكون أحسن. المستشفيات يجب أن تتبع المعايير العامة للجودة ومكافحة العدوى، وهي في حال اتباعها بتكون مكلفة، ولكنها تضمن أيضا أمانك وسلامتك والحصول على أفضل خدمة. الجزء الأخير في المستشفى وهو الجزء الفندقي بها. وجودك بمكان مريح طول فترة زيارتك داخل المستشفى بالتأكيد بيكون بيهمنا. عمليات العيون عموما هي عمليات ذات يوم واحد، يعني بتظل داخل المستشفى ساعات محدودة، بس عايزين زيارتك فيها تكون في أفضل شكل وأفضل راحة بالنسبة لك. البند الثالث وهو ربح المستشفى. بالتأكيد المستشفى اللي صرفت على نفسها مبالغ طائلة لتكوينها، لإنشائها، وللحفاظ على التكنولوجيا المتقدمة داخلها هادفا للربح. أنت كطبيب اخترت العمل بمستشفى معينة معتمدة من هيئة الاعتماد والجودة، بها أفضل التكنولوجيات وبها التزام بمبادئ الجودة ومكافحة العدوى. أنت تعلم أن هذه المستشفى ربما تكون التكلفة فيها أكثر قليلا من بعض آخر، ولكن قصاد ده المميزات الحاصل عليها داخل هذه المستشفى باتباعها المبادئ الجودة ومكافحة العدوى هيكون أكتر كتير وأهم كتير من التكلفة الزيادة البسيطة اللي هتكون فيها. البند الرابع هو أجر الطاقم الطبي المساعد من أطباء تخدير وأطباء مساعدين وتمريض وهيكل إداري. كل هذا الطاقم لما يكون أكثر حرفية بيسهل على حضرتك خدمتك وبيؤدي إلى أفضل خدمة وأفضل نتيجة بإذن الله. أخيرا أجر الجراح. صحيح ممارسة الطب مهنة سامية، ولكن السمو فيها بيعني أدائها على أفضل وجه ابتغاء مرضات الله، وهي أيضا على جانب الآخر المهنة الحرفية للأطباء التي يربحون منها قوت يومهم. من الطبيعي أن يكون هذا العمل الذي بيستمر على مدار سنين طويلة من الجهد والمذاكرة والتعب والسفر والحضور والشغل على النفس، بالتأكيد يجب أن يكون مقابله في النهاية الربح يؤدي بالطبيب لأمانه المجتمعي. اختيارك للجراح بيكون في المرتبة الأولى أكيد أول ما بتنوي أنك تعمل جراحة، لأن ثقتك في الطبيب يجب أن تكون في محلها. الأطباء المصريين جميعا مشهود لهم بالكفاءة، ولكن هناك أطباء أكثر خبرة وعلما بحكم الممارسة المتخصصة. بيكون ده باين من أول الكشف والتشخيص، ثم الدخول إلى حجرة العمليات، ثم المتابعة المستمرة. شطارة الطبيب وخبرته في التشخيص المظبوط والاستعداد للصعوبات المحتملة التي يمكن أن تحدث أثناء الجراحة، وضع خطط جراحية عدة وخطط بديلة، توفير المستهلكات الاحتياطية المحتمل اللجوء إليها عند الحاجة قبل حدوثها، تشخيص المضاعفة قبل أو أثناء حدوثها وعلاجها فور حدوثها للحصول في النهاية على أفضل نتيجة بإذن الله.
الخبرة دي بتجنب حضرتك من الدخول في مشكلات كتيرة يمكن أن تكون أكثر كلفة من العملية الأولى. الطب كمهنة حرة والمستشفيات كهيئة خدمية خاضعة للضرائب، كلنا لينا بطايق ضريبية بيتم الإقرار السنوي الضريبي عنها مع توريد الضريبة المستحقة آخر السنة. أخيرا، في أن رسالة الطبيب هو أنه يكون سبب في شفاء المريض سواء في العمل الخاص أو العمل العام الحكومي. أعتقد أن معظم زملائي بيكون جانب كبير من عملهم بدون أجر حتى داخل عملهم الخاص أو في عملهم الحكومي. بالنسبة لينا أن عملي في جامعة عين شمس وباقي الأماكن الحكومية أو مع بعض الجمعيات الخيرية بنفس الشكل والأمانة اللي بنعمله في العمل الخاص. لو كان عند حضرتك مشكلة تحتاج إلى علاج ولسبب ما القطاع الخاص ليس في المتناول في الفترة الحالية، أبواب المستشفيات العامة والجامعية مفتوحة لحضرتك، هتلاقينا فيها مع زملائنا لخدمتك. انت دلوقتي نويت تعمل الإجراء الطبي، عاوزك تفكر هل الرقم اللي ممكن يكون معلن عنه منطقي؟ هل بيغطي كل البنود الخمسة اللي اتكلمنا عنها؟ هل تعتقد انه يغطي المستهلكات العملية اللي أغلبها غير مصرية ومستوردة؟ المستشفى وتكاليفها وربحها، أجر الطاقم الطبي وأجر الطبيب. أحيانا ممكن يكون الرقم مش حقيقي أو يكون فيه وضع ليس الأفضل من حيث المستهلكات أو المستشفى أو التكنولوجيا المستخدمة أو الجودة ومكافحة العدوى داخل المستشفى. أرجوك عينيك غالية، ممكن يكون المشكلة الموجودة بسيطة وحلها جراحي سهل، ولكن يمكن أيضا أن تتحول إلى مشكلة كبيرة حلها أكبر وأكثر كلفة. عليك أن تختار أولا الطبيب الماهر الأمين اللي بيقولك كل حاجة في محلها وبينفذ اللي وعدك بيه. النتيجة دايما على الله. الحمد لله على السلامة وأشوفكم على خير.